عارفين ايه اكتر حاجه بتضايقني؟ اني ما بقتش عارفه اقعد مع نفسي. زمان كنت فاكره ان المشكله في الزحمه والمواعيد والناس، بس اكتشفت ان المشكله اكبر من كده بكتير. اكتشفت ان اول ما الدنيا تهدى لازم اجري اعمل اي حاجه، امسك الموبايل، افتح انستا، يوتيوب، تيك توك، اي حاجه غير ان انا اسمع صوت دماغي. يمكن انت كمان بقيت كده وانت مش واخد بالك. عارفين ليه؟ عشان بقينا متعودين نهرب من افكارنا، من قلقنا، من الحاجات اللي بنكسل نواجهها او مش عايزين نواجهها. يعني بدل ما تقعد مع نفسك وتسأل انا مالي، تفتح اي ابلكيشن يخليك تنسى، تتلهى في اليوم كده لحد ما اليوم يخلص ويعدي وخلاص. عملت كده كتير لحد ما جاتلي فترة حسيت اني بقيت غريبة عن نفسي. يعني النسخة اللي كان نفسي ابقاها مش موجودة، الهوايات اللي كنت بحبها ما بقتش بحبها او اختفت بالنسبة لي، الاهداف الكتير اللي كنت كاتباها في نوتة ما حققتش ولا حاجة منها، بقت مجرد كلام مكتوب على نوتة كأنها اختفت. وقعدت اسال نفسي هو انا اتغيرت ولا انا بس بقيت بعيده عن نفسي وبعيده عن الحاجات اللي بحبها. واعتقد ان دي فتره ناس كتير جدا بتمر بيها. يعني تصحى الصبح تخلص اللي وراك، تنزل شغل او جامعه، تتكلم مع الناس، تهزر معاهم. من بره كل حاجه طبيعيه، لكن من جوه حاسس انك مطفي، كأن حد سحب منك الحماس واحده واحده من غير ما تحس. واصعب حاجه في الاحساس ده انه بيجي بهدوء، يعني مش هتصحى مره واحده تلاقي نفسك تايه. دي بتبقى حاجات صغيره كتير اتكررت، يعني كل يوم تتنازل عن حاجه بتحبها، كل يوم تقول مش مشكله خليها بكره، كل يوم تأجل نفسك عشان اي حاجه تانية، لحد ما يجي يوم تكتشف ان بقالك شهور ما عملتش اي حاجه لنفسك ولا لمستقبلك. عارفين المشكله فين؟ ان احنا ساعات بنفتكر ان الحل ان احنا نكمل جري، مع ان ساعات بنبقى كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نوقف. لكن خلي بالك ان في فرق بين ان انا بوقف عشان خاطر ارتاح وبوقف عشان خاطر استسلمت. وده فرق خد مني وقت الصراحه عشان افهمه، ان في فرق بين العزله اللي بتبنيك وبتوصلك اللي انت عايزه، وعزله تانية بتسرقك من نفسك. وانا جربت الاتنين، فانا جاي الحقكم. لما كنت في الفتره دي كان كل اللي انا محتاجاه ان انا افضل لوحدي، يعني اي خروجه لا مش قادره، اي حد يكلمني هرد بعدين، اي تجمع لا والله ماليش نفس. وكنت مقتنعه جدا ان دي فتره راحه انا عايزاها ومش عايزه اكلم حد وعايزه افضل لوحدي. وقلت لنفسي لما ابعد شويه عن الناس هبقى احسن. وفعلا بعدت وبعدت عن كل حاجه. لكن اللي ما كنتش واخده بالي منه اني بعدت عن حاجات كتير. بعدت عن نفسي وعن احلامي وعن اي حاجه كانت بتخليني احس ان انا بطلع لقدام. واخطر حاجه في الموضوع ان كل ده بيحصل بهدوء من غير ما تحس، يعني محدش هيجي يقولك خلي بالك انت بتضيع، خلي بالك انت بتضيع وقت. كل اللي بيحصل انك كل يوم بتاجل حاجه وبتقول بكره، يعني بكره هتمرن وبكره هتعلم ده وبكره هرجع اشتغل على هدفي تاني، وبكره يبقى بعد بكره يبقى بعديه اسبوع وشهر وكتير جدا. وتكتشف ان بقالك كتير جدا واقف متتحركش. يمكن انت مش هتحس في وقتها انك بتضيع وقت لانك شاغل نفسك طول الوقت، بتتفرج على فيديوهات، بتقلب في ريلز، بتنام ساعات طويله، بتفكر كتير بدل ما تنفذ. لكن لو سالت نفسك سؤال بسيط زي ان امتى اخر مره عملت حاجه توصلك لنسخه اللي نفسك تبقاها، هتسكت. لما سالت نفسي السؤال ده الصراحه يعني اتضايقت شويه عشان اجابته كانت مش فاكره. وانا مش بقول ان الراحه غلط ولا انك لازم تبقى شغال 24 ساعه، بالعكس ده كلنا بيجيلنا وقت بنبقى محتاجين نرتاح فيه ونفصل فيه. لكن في فرق بين واحد بيرتاح عشان يشحن طاقته وواحد بيرتاح انه ما عادش عنده طاقه يبدا وما بيحاولش حتى يشحنها. والاتنين مش نفس الحاجه. وعارفين ايه اللي اكتشفته؟ ان الهروب عمره ما بيحسسك انه هروب، بيجيلك في شكل راحه، في شكل انا بس محتاج يومين اريح، انا بس تعبان، انا بس مش في المود. لما الايام تعدي هتكتشف انك كنت كل ده مستني بس مودك يتظبط ويرجع، مع انه عمره ما هيرجع. عشان المود مش هو اللي بيخلق الحركه، الحركه هي اللي بتخلق المود بتاعك. وده عرفته بعد ما وقعت في التفكير اللي اي حد بيعزل نفسه فتره بيقع فيه، وهو انك بتبقى فاكر انك بتعالج نفسك وفي الحقيقه انك بتاذيها كل يوم اكتر. وده بقى اللي هنتكلم عنه دلوقتي مع بعض. في جمله سمعتها من فتره ولما تركز فيها هتلاقي نفسك فكرت فيها كتير قوي، وهي ان مش كل اللي قاعد لوحده بيكون قاعد بيواجه نفسه. عشان في ناس بتبقى قاعده لوحدها عشان تهرب من نفسها. ايوه زي ما بقول لكم كده. وده يخليك تسأل نفسك حاجة، انت لما بتبقى قاعد لوحدك بتعمل ايه؟ هل فعلا بتفكر في مستقبلك وتخطط له كده، ولا بتفتح ابلكيشن ورا التاني عشان خاطر تلهي نفسك او اليوم يعدي وتقول اصل انا بريح دماغي بس او انا برتاح شوية؟ يعني بتراجع نفسك وحياتك ولا بتقعد تتفرج بالساعات على حياة ناس تانية عايشة حياتها وانت حياتك لسه واقفة في مكانها عشان ما بتعملش عشانها حاجة؟ فانا ليه بقول لكم كده؟ عشان دي كانت انا في احدى الفترات. كنت فاكره اني محتاجه هدوء فتره وابعد فتره، بس ما طلعش ده فعلا انا كنت محتاجاه. اكتشفت اني كنت محتاجه بس ان انا اكون اقوى وعندي شجاعه اكتر، ان انا لما ابص لنفسي اعترف لنفسي ان في حاجات لازم تتغير. يعني باب اوضتك سهل انك تقفله، بس اصعب باب ممكن تفتحه هو الباب اللي بينك وبين نفسك. ممكن يعدي عليك فتره تقول انا مش عارف مالي، بس ممكن تبقى عارف. يمكن انت بس مش عايز تواجه الحقيقه وتواجه الواقع. والواقع انك بتأجل بقالك ايام وشهور، وانك سايب حلم كان بيحمسك انك كل يوم تشتغل على نفسك عشانه يتركن على الرف. والحقيقة والواقع انك بقيت بتهدم اكتر ما بتبني. وده مش غلط، كلنا بنقع في المرحلة دي، بس الغلط ان احنا نقنع نفسنا ان ده طبيعي ونعيش فيه خلاص كده. عارف ايه اخطر حاجة في العزلة؟ انها بتوجعش في الاول، بالعكس بتريحك.
بيخليك تحس ان محدش بيطلب منك حاجه، محدش مستني منك حاجه، محدش بيحكم عليك. وده احساس حلو لحد اما تكتشف ان الايام بتجري منك ومن غير ما تعمل فيها حاجه. الشخص الوحيد اللي كان مستني منك حاجه هو انت. وساعتها تزعل جدا لانك مش بتندم على يوم، انت بتندم على وقت وفرص عدت منك، وعلى نسخه منك كان ممكن تكون موجوده دلوقتي. انا مره بصيت في النوتة اللي انا بكتب فيها اي حاجه انا عايزه اعملها او اهدافي او كده، لقيت في صفحه مكتوب فيها اهداف من شهور، اهداف كنت متحمسه ليها جدا. فضلت ابص عليها واسال نفسي هو ايه اللي حصل، انا فين من الكلام اللي اتكتب، وامتى الحماس اختفى؟ طب لو كنت استمريت الكذا شهر اللي فاتوا دول كان زماني فين دلوقتي وواصله لايه دلوقتي؟ الموضوع يضايق، يضايق الصراحه، بس اكتشفت انه ما حصلش كارثه يعني. لقيت ان انا بعدت عن نفسي شويه، والشويه دول كتروا حبه. فلو انت في الفتره دي دلوقتي اوعى تستنى الحماس واوعى تستنى الوقت المثالي، لان هما غالبا مش هيجوا. بس في حاجه اهم بكتير لازم تعرفها الاول، لازم تعرف انا اصلا راجع لمين وراجع لايه. لان مشكلتك ممكن ما تبقاش محتاجه انك تبدا من جديد، مشكلتك بس انك نسيت الشخص اللي كان نفسك تبقاه. وده اول الخطوه اللي هنحاول نوصله مع بعض. عارفين عملت ايه لما فهمت كل ده؟ ولا حاجه. وما تستغربوش الاجابه، انا فعلا ما عملتش تغيير كبير. يعني ولا صحيت تاني يوم الساعه 5 الفجر، ولا كتبت 50 هدف، ولا غيرت حياتي في اسبوع، ولا الكلام ده خالص. كل اللي اكتشفته هنا، كل اللي انا كنت محتاجاه هدوء. ما كانش ناقصني حماس، كان ناقصني الهدوء اللي اعرف اسمع نفسي فيه، من غير دوشه الناس ومن غير مقارنات ومن غير ما احس ان انا دايما متاخره عن كل اللي حواليا. اول حاجه عملتها ان انا جيت في يوم سبت الموبايل بعيد عني حبه كتير، وقعدت مع نفسي بهدوء، مش عشان اخطط للسنه الجايه واكتب اهداف كبيره قوي، لا خالص. قعدت بس عشان اعرف انا زعلانه ليه، ايه اللي مضايقني، ايه اللي جايب لي اكتئاب، ايه اللي موقفني. رديت على نفسي بمنتهى الصراحه، لقيت ان انا مش متضايقه من الناس، انا متضايقه ان انا بقيت بعيده عن نفسي، وان يومي بقى بيخلص من غير ما اعمل اي حاجه تخليني افتخر بنفسي بعدين. ده ان انا في ساعات كتيره جدا بتضيع مني في اليوم من غير ما اعمل فيها اي حاجه، وعماله اقول هبدا من بكره. وفهمت بقى ان المشكله ما كانتش في العزله، المشكله كانت في ان انا بستخدم العزله دي في ايه. ان في فرق كبير جدا بين انك تقفل باب اوضتك عشان خاطر تبني، وانك تقفل باب اوضتك عشان خاطر تهرب. ودي كانت اول مره افهم فيها معنى العزله. العزله مش انك تختفي، هي انك تقلل دوشه عشان خاطر تسمع صوت نفسك، تبطل تستهلك وتبدا تبني وتستثمر في نفسك، وانك تبطل تقارن وتركز على نفسك وبس، وتبطل تجري في طريق انت ما تعرفوش وتسال نفسك الاول انا رايح فين اصلا. ومن هنا بدات اغير حاجات صغيره جدا، صغيره لدرجه ان انا ساعات كنت بحس انها مش هتفرق. يعني مثلا بدات اخصص وقت لنفسي في اليوم من غير موبايل ولا نت ولا ريلز ولا اي حاجه، اقعد مع كوبايه القهوه ونوته واكتب اي حاجه في دماغي ايا كان، مش لازم كلام مترتب، ولا تكتب خطه للخمس سنين الجايين. انت تكتب كل اللي جواك، كل الافكار اللي في دماغك، كل حاجه عايز تحققها وتوصل لها، كل اللي في دماغك طلعه في ورقه قدامك، اي حاجه متضايق منها، اي حاجه خايف منها، اي حاجه بتاجلها. غالبا اللي كتبت اكتشفت اللي كان في دماغي مخوفني اكتر من حجمه الحقيقي، وان كل المشاكل ليها حلول. اوقات كتير احنا مش بنبقى محتاجين حلول، بنبقى بس محتاجين نخرج الزحمه اللي جوانا. اسال نفسك كل يوم ايه الحاجه اللي لو عملتها النهارده هتقربني من الشخص اللي نفسي ابقاه، الحاجه اللي نفسي اوصل لها، النسخه اللي نفسي اوصل لها. ما تعملش 5 أو 10 حاجات مره واحده في يوم واحد، عشان احنا عايزين استمراريه مش عايزين حماس يوم واحد. اعمل حاجه واحده، فيديو مثلا اسمعه عن حاجه نفسك تتعلمها، اقرا صفحتين، ساعه مذاكره تركيز، اتمرن نص ساعه، اي حاجه غير ان اليوم يروح من غير ما تعمل ولا حاجه فيه. مهم اني انام اليوم ده وانا عارفه ان اليوم كله ما راحش هدر. وده اللي ناس كتير بتبقى فاهماه غلط، بتبقوا فاهمين ان احنا حياتنا بتتغير بقرارات كبيره بناخدها مره واحده، مع ان في الحقيقه ان حياتنا بتتغير بالايام العاديه، اليوم اللي ما حدش شافه، اليوم اللي ما فيهوش انجاز كبير، بس في خطوه صغيره اتكررت واتكررت اكتر من مره لحد ما عملت شخص جديد. عشان كده لو انت واخد قرار دلوقتي انك تبعد عن الناس، اسال نفسك الاول انا ببعد عشان اهرب ولا ببعد عشان ارجع بجد؟ عشان اجابه السؤال ده هي اللي هتحدد اذا كانت العوزه دي هتنقذك ولا هتسرق من عمرك. في الاخر انا مش جاي اقول لك ابعد عن الناس ولا اقفل على نفسك قبل اوضه اسبوعين، ولا اقول لك ان العزله هي الحل السحري اللي هيوصلك اللي انت عايزه، لانها مش كده. العزله هي مجرد مكان، وانت اللي بتختار عايز تبني نفسك فيه ولا تضيع فيه. ولو في حاجه عايزاكم تفضلوا فاكرينها كويس، فهي ان اوعى تفتكر انك مجرد انك بعيد عن الناس وعازل نفسك انك كده تشتغل على نفسك. في فرق بين انك تفضل لوحدك وانك تفضل مع نفسك. في فرق، في فرق طبعا. يمكن اول يوم هتقعد فيه مع نفسك هتحس بملل، تاني يوم هتحس انك عايز تمسك الموبايل طول اليوم، تالت يوم ممكن تلاحظ ان قد ايه دماغك كانت زحمه وموشوشه من الناس، رابع يوم ممكن تفتكر حلم كان نفسك تحققه ونسيه، وخامس يوم ممكن تفتكر نفسك. ويعني ايه افتكر نفسي؟ هتفهم لما ده يحصل. وانا مش بقول ان ده هيحصل في 5 ايام حرفيا، لكن قصدي ان كل مره تواجه نفسك بدل ما تهرب منها، في حته كانت ضايعه منك هترجع لك. وده بيبقى تعافي من انك تكون ضايع من نفسك، انك ترجع لنفسك واحده واحده مش مره واحده. عارفين ايه اكتر حاجه نفسي ما تعملوهاش؟ ان بعد ما الفيديو ده يخلص تتحمسوا
فنكتب 20 هدف واقرر هغير حياتي كلها دلوقتي حالا. لو انت تبقى متحمس بس ما يكونش في نيه انك تستمر بجد، عشان لو بدات الحاجه اللي نفسك فيها بحماس بس، بعد يومين هترجع لنفس الدايره تاني وترجع لنقطه الصفر تاني. بصوا انا عايزه منكم حاجه اصعب شويه لكنها احسن لكم. الفيديو ده قرب يخلص، عايزاكم بعديه اقفلوا الموبايل خالص وحطوه بعيد عنكم، وما تفتحش فيديو عشان خاطر يحفزك ولا ريلز ولا تيك توك ولا اي حاجه. اقعد بس 10 دقايق مع نفسك كده من غير اي صوت، اقعد كده مع نفسك واسال نفسك انا بقالي فتره بهرب من ايه، وفكر في السؤال شويه عشان ممكن اول اجابه تيجي في دماغك تبقى غلط، فاقعد فكر فيه شويه، فكر بهدوء خالص، ويمكن ال10 دقايق دول يبقوا بدايه تغيير كبير. اخر عايزه افكركم بحاجه، احنا طول الوقت شايفين ان احنا محتاجين نبقى شخص جديد، مع اننا اوقات بنبقى بس محتاجين نرجع للشخص اللي الدنيا والمقارنات ودوشه الحياه خلونا ننساه، اللي هو احنا. ولو سالتني طب اعزل نفسي فتره ولا لا، هقول لك اه جدا، لكن يبقى عندك نيه انك ترجع احسن من الاول، مش انك تختفي وخلاص عشان ما حدش يكلمك، وعشان توصل، عشان تبني مش عشان تهرب، وعشان تفتكر انت مين بجد وعايز ايه ونفسك في ايه، مش عشان تهرب من الدنيا وتنسى الدنيا وخلاص. ولما ترجع ما تستناش ان الناس كلها تلاحظ انك اتغيرت، كفايه انك كل يوم وانت باصص في المرايه تشوف انك بدات تتغير فعلا وبقيت احسن من الاول حتى لو بخطوه صغيره، تبقى فخور بنفسك وفخور انك بدات ترجع لنفسك. وده في رايي نجاح مش اي حد يوصل له. فافتكر دايما ان كل اللي انت محتاجه انك تقرب من نفسك اكتر. يمكن انا كنت فاكره طول الوقت ان انا محتاجه ابعد عن الناس، بس اكتشفت ان انا محتاجه بس اقرب من نفسي اكتر. اخر حاجه هقولها لكم ان افتكروا دايما ان العزله مش هي اللي بتغيرك، اللي بيغيرك اللي بتعمله جواها، اللي بتعمله كل يوم، حتى لو انت شايف انها حاجه مش هتفرق لكنها هتفرق بعدين، انها مفيش حاجه بتحصل مره واحده، كلها حاجات بتتبنى واحده 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 لحد ما تبقى حاجه كبيره. وبس كده كلامي خلص لحد هنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا حسيتوا ان انا شاركتكم حاجه كان نفسكم حد يشاركها، فاهمين قصدي؟ اقول لكم حاجه اخيره ملهاش علاقه بالفيديو، نتيجه ثانويه عامه لسه طالعه، مبروك لكم كلكم ايا كان المجموع اللي انت جبته ايه. كفايه انك عملت اللي عليك وخلصت سنه صعبه جدا زي دي، بجد سنه يعني اصعب سنه ممكن انها تعدي عليك. بلاش تفكير ان انا مجهودي ضاع او ان انا ما وصلتش اللي انا عايزه رغم ان انا تعبت، لا، ساعات بيبقى ربنا شايل لك تعبك ومجهودك ده في حاجه تانية، ايا كان الكليه اللي ربنا هيختارها لك واللي هي اكيد احسن ليك والتنسيق هيوصلك ليها، فاحمد ربنا عليها وحاول انك تنجح فيها وتنجز فيها ايا كان مجالها ايه، وشوف انت نفسك في ايه واعمله. ركز بقى في الحياه العمليه، ركز في كورسات مفروض تاخدها، ركز في شغل مفروض تبدا فيه عشان خاطر تعرف عنه اكتر يبقى عندك خبره اكتر. الثانويه العامه دي مش اخر محطه، دي اول حاجه خالص، لسه قدامك طريق طويل، انت اللي بتختار بعد كده انت عايز تبقى ايه وتوصل لايه. ما تضيعش وقت في الزعل، ركز في حياتك وشوف انا هعمل ايه الخطوه الجايه. سيبك من الخطوه دي خالص، الخطوه دي خلصت وكانت صعبه جدا وكفايه انك خلصتها ايا كان خلصت ازاي. حد من اللي بيتفرج لحد دلوقتي كان ثانويه عامه، اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديو الجاي، استنوا الفيديو الجاي، استنوا الفيديو الجاي بجد هيفرق معاكم جامد جدا. مش هتكلم عن الناس اللي وصلت لكليه احلامها وان انت هتكلم مثلا عن الكليه هي كليه احلام كل الناس فاطلع اتكلم عنها، انا مش هعمل كده خالص. انا هتكلم عن الناس اللي ما وصلتش لكليه احلامها، اللي منها انا. ايوه انا من الناس اللي ثانويه عامه خلعتها، جبت مجموع كويس جدا لكن ما وصلتش لكليه احلامي. هقول لكم انا ازاي اتعاملت مع ده وتعمل ايه بجد عشان ترجع في حياتك وما تعملش اللي انا عملته، لكم بالظبط تعملوا ايه وما تعملوش ايه عشان تتخطوا ده بسرعه، عشان لازم توصل لحاجه قبل ما 4 سنين بتوع الكليه يخلصوا. وعامه ممكن لو حد دخل الكليه بتاعتي اكلمكم عنها وانها حاجه مش صعبه، انا في كليه اداب انجلش، في حد مثلا دخل الكليه دي وحابب ان انا اتكلم عنها واقول لكم الموضوع مش صعب، عادي مش مشكله، عادي ممكن اتكلم عنها الفيديو جاي برضو. فاستنوا الفيديو الجاي لو انتوا عامه هيفرق معاكم جامد جدا. بس كده، بحبكم، باي باي.